سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو ان شاء الله جديد. غادي نوجد معكم لي بروشيت ديال الحوت كيجيو رائعين. تبعوا معايا الفيديو. بالنسبه للسمك، هنايا اختاريت سمك ما يكونش فيه شوك نهائيا. كما كتلاحظوا مقطع واحد الطريفات يكونوا ما صغارين ما كبار، يكونوا متوسطين. وهنايا عندي التوابل اللي غادي نشرمل فيهم هاد الحوت. عندي هنايا القزبر معدنوس تقريبا ملعقة كبيرة، فص كبير ديال الثومة محكوكة، ملعقة صغيرة مع مراش من الإبزار، ملعقة صغيرة من الكركم أو الخرقوم، البابريكا ملعقة صغيرة، القليل من الملح بحكم أن السمك مالح. وهنايا غادي ناخد ملعقة كبيرة من الكمون. هنا غنحتاج كذلك القليل من الزنجبيل أو السكينجبير. هنا عندي سكينجبير يكون طري، من الأحسن يكون طري، هو اللي كيواتي لي بروشيت ديال السمك. غادي نحك واحد شي شويه، كيعطي واحد البنه رائعه لي بروشيت. وغادي ناخذ كذلك واحد الملعقه كبيره من عصير الليمون الحامض. غنضيف تقريبا ملعقه كبيره من زيت الزيتون، وملعقه كبيره من صلصه الصوجا. كنخلط التوابل مع الحوت اللي عندي. كنحاول نلبس داك الحوت بهاد العطريه كلها. بالنسبه للسمك، حاولوا تختاروا اي نوعيه نتوما كتفضلوا، غير اهم حاجه اختاروا الجهه اللي كتكون كلها عبره، والنوعيه ديال الحوت اللي ما فيهاش شوك نهائيا. فهذا هو النوع اللي كيجي رائع في لي بروشيت. أنا تقريبا عندي واحد 900 غرام ديال السمك، وقطعته على هاد القياس هذا، ما يكونش صغير وما يكونش كبير. وهنايا ما غنخليه لا يرتاح لا حتى شي حاجه، مباشره غادي ناخذ لي بروشيت ديالي غادي نعمرهم. هنايا بعد ما عمرت لي بروشيت ديالي كاملين، خديت مقله ثقيله، فرشت لها ورق الطهي، وبديت كنطيب لي بروشيت ديالي على نار تكون متوسطه. هنايا بالنسبه للمده ديال الطهي راه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. هنايا غادي تلاحظوا بان دوك لي بروشيت ديال الحوت راه كيبداو يطلقوا الماء. معليش انا غادي نكمل على هاد الطريقه هذه. كنبقى كنقلب كل مره، كنبقى نقلب فيهم حتى كيطيبوا. وبصحه والراحه، هادو هما لي بروشيت ديالي كيجيو رائعين بهاد التتبيله اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله.